هما بيقولوا لي انت بتعمل مقلب فيا، صحيح؟ تكلم مين هي؟ تكلمين انا ايه؟ امال انا تعال المقلب ده ايه؟ مش عارفه، هما بيقولوا لي بيعمل مقلب فيكي، صحيح ولا ايه؟ طب هو يعني تعال ده يعني ايه؟ بص، انت بجد كده شكلك طيب قوي كده. كي شكلي يعني بعض الناس يا ابوي، كي شكلي طيب. مش عارفه، حاسك يعني انت بالسذاجه دي، معقول؟ تعطيه السساكه كمان، دي كلمه انجليزي ياك. ما كلميني يعني، خليكي مداومه معاي في اللي فاهمه عشان ما نوقعش في النص من بعض. مم. انت بقالك قد ايه على التيك توك بقى؟ هنا يعني اه. من بعد صلاه العشاء بلحظه كده. لا لا، بقالك كام، قد ايه، شهر، سنه، قد ايه فتره زمنيه يعني؟ يعني الاجازه اللي قبل اللي فاتت دي يعني بتاع شهرين هو، يعني جا مرتين من ساعه ما مشي. لا لا، هو مين ده اللي بسأل؟ انا بسألك انت قعدت هنا على البرنامج ده بقالك قد ما ايه؟ هو حسن اللي وراني الحاجات وبيروح ويجي، جا مرتين يعني، قولي شهر ونص شهرين. مم. هم يعرفوا حسن شهر يعني. ونص شهرين بقى، ما شاء الله، عندك الناس اللي بتدعمك وبتكبس لك والكلام ده كله منين؟ يا ابوي ما هو حسن بيقول لي في ناس هنا تعرفني هو. معاه، عارفه النادي اللي بيصوروا العرسان والعروسات وكده. اه. معاه دي رحنا خدنا له مكان على الكورنيش وعلق فيه ورد وحاجات وبيصور العرسان. طب ايه علاقته باللي انا بسأله لك؟ الناس عرفتك هنا منين يعني؟ يا ابوي عرفت مين؟ انا مش اخوه يعني، انا غريب. اي فيه. لا اله الا الله. الهندي ده اللي ابو شنب ده بيعملوه ازاي؟ ولدي شافه اول امبارح خرب الدنيا عايز زيه. يبقى انزل هاتوله من المولد. تعال بولي ده كمان. يا نعم بقى، انت مش عارف المولد كمان؟ الايه؟ المولد. المولد. المولد اقول انا ما كلامكم، الكلام لا مؤاخذه يبقى يعني ايه، يعني بيبقى ناعم، بيبقى يعني مش مفهوم زي عندنا. لا مفيش ناعم، احنا كلامنا كلام، ما بنهزرش. الحرف يعني ناعم بيبقى يعني احنا بنقول المولد، انتوا عندكم بتقولوا قوليها تاني كده. المولد ايه؟ المولد. انت بقى الصوت الاولاني كان واطي. مم. تمحى في عندك ولاد قد ايه؟ فهد وبدر. فهد وبدر، ده اسامي خليجي. خريفكي. فهد وبدر اسامي خليجيه. والنبي هم اللي سموا نفسهم، انا كنت عايز اسمي علي، وربنا كرمني ورحت انا جاتني رؤيه نهارها، يعني انا قبل ما اتولد جاني رؤيه زي سميه علي. ورحت سالت الشيخ قلت له عشان انا معايا اخويا برضو، معايا اخو تاني اسمه علي، فما قلت له يعني انا خايف اسميه علي ويجي الواد يكبر شويه اجي انا يعني اكون مشتمه وعمه يكون قاعد ولا نادي عليه اقول له كذا، يعني يجي الكلام على عمه. فقلت له لا انا هسميه حاجه غير عمه. ورحت سبحان الله كشفت الغداء لما كان مولود، رحت قلت لهم فهد، طلعت من بوقي كده واحنا سميناه فهد. وبدر. بدر اخوه سماه، يعني لما جينا اتولد بدر ده بعدها بشويه راح اخوه قلت له ايه رايك نسمي اخوك ايه؟ قال لي سميه بدر. اهلا واحد الولد سبحان الله، فالعيل بيسمي نفسه يعني بينزل مكتوبه كده. هي اساميهم خليجيه اكتر. في خليجيه يعني انا اجيبهم من السعوديه يا ابوي ولا خليجيه ولا شفت لي حد. انا والله. كان نفسي كنت عايز اروح العمره دي، كل ما اروح النيله بتاعت اللي بيطلعوا منها الكتاب ده بتاع السفر اللي بيختموه. امم. الباسبور.
هو اللي قلت عليه ده، ايوه انا عايز احفظ اسمه ماكلس عايت انه ما عارف احفظه. ده رحت نهارها وخلص مني، يعني عملته وتري لي مده، انا عامله بيقعد على طول لحد ما تسافري. جيت اه اروح بعديها راح قالوا لي لا، يعني تعمل تاني عشان ده مدته خلصت. امال هو قلت يا ابو مده امال هو علبه تونه. ال- س- مش هعرف، دي كلمه طويله يا ابو عمو، انت جاي تمتحني. طب انت بتتفاهم مع الناس اللي بتطلع ازاي اما انت مش طايق نفسك ولا عارف تتواصل معاهم، بتطلع ليه؟ هتواصل يعني هنصنع كنابل هنا؟ انا بطلع حكي دردش كده وخلاص. وانت مش عارف يعني تقرا اللي بيقولوه لك اهوت، هتدردش مع نفسك؟ ما هم يا ابويا اكيد هم هيقولوا كلام حلو، يعني هم مش عارفين حسن اكيد. طب افرض قالوا يعني حد شتم ولا اي، ما انت لازم تعمل بلوك وكده. ايه اللوك ده كمان؟ انا حاساك خلقك ضيق وعصبي. ما انا عشان لما يعني ببقى كده لما اكون مش عارف الحاجه اللي بتقولوها ب... قلت له انا وريني كل حاجه عشان ما حدش يروح حد يضحك علي هنا ولا حاجه. هو لا 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 وراني لا، تدوس العفو. هنا وتدوس هنا، ولما تكون عايز يعني مليت وعايز تقوم تدوس هنا، تدوس هنا هتجيك علامه كده تدوس عليها هتلاقي نفسك بره الحاجات دي، حتى بسيب ايوه، التليفون انت في انت انت المنظر. بتدخل هنا ليه اصلا؟ مين؟ انت. ما انا بتونس بدل ما اروح القهوه ويقعدوا يجيبوا في سيره دي وفي سيره الدقه ونركبنا ذنوب بالكذب، قلت اقعد انا في بيتي احسن. طب ما انت بتتكلم مع نفسك كده، يعني المتابعين اللي عندك اللي عمالين يدعموك دول كلهم بيدعموك على ايه بقى وانت مش بتتكلم معاهم اصلا؟ بتكلم مع مين؟ مش بتكلم معاك يا ابويا ها. لا انا بتكلم على عندك، هو انت جولات بس ما بتقعدش تتكلم مع الناس اللي عندك؟ يعني اتكلم معاهم يعني جايين بزواره؟ ما هم قاعدين، اتكلمت ما اتكلمتش قاعدين، انا على اساس حد دخل علي بكيس موز فيهم. والله كويس ما شاء الله. الساعه كام عندكم؟ عندنا زي عنديكم، يعني احنا قاعدين في المريخ. مش كلنا في مصر ولا ايه؟ يا ابوي كلنا في مصر، انا يعني عندكم انتوا دولك زي يعني مش بعيده من هنا. لا احنا سابقينكم بساعتين كده، مسافة الطريق بقى. ساعتين مين يا ابويا؟ اذا كان اللي بيننا ما بين مصر بتاع 6 7 ساعات كده. ما هو دي في الطريق، لكن الساعات الزمنية ساعتين. ساعتين يعني انت زمنيه عندك الساعة دي كام زي اللي دلوقتي؟ بتتعلق على الحيط. يعني انت عندك الساعة كام دلوقتي؟ ما انا بسالكم عشان ما هو عامل النيه دي الساعة 3 الا ربع. ما ولدي لو صاحي بيعرفها بيقول لي عليه. انت دلوقتي زمان عندك الساعة 1 الا ربع، احنا 3 الا ربع في القاهرة. ده الفجر هيدن عندكم. ايوه قرب. احييكي على طولة بالك ومذيعه، يعني مذيعه اثبتت ان انت مذيع، فلازم المذيع يبقى عندها طولة بال عشان التقارير اللي هتقولها، عشان الاخبار اللي هتقولها. لا اصل انا مش متخيله حد الاي كيو بتاعه كده والله، يعني انت اتقنت الدور، انت ممثل بارع بصراحه ما شاء الله. اقول لك على حاجه، بالفعل وما زال في الصعيد في ناس في سن ال90 وسن ال80 على هذه الصورة اللي انت شفتيها، بس مش بيبقى، بيبقى بالفطرة، بيبقى طيب بالفطرة، بس بيبقى عارف كل حاجة. يعني ممكن حاجة زي الساعة يعرف ان الشمس لو جاتها في الحتة دي في النخلة يعرفها الساعة 3. والله بكلمك بجد والله. صح، جيب منين بقى الشمس؟ والله كانوا عنديهم حسن نية إلى أبعد الحدود، صح طيبه. وإلى ما لا حدود، يعني وربنا يخلي الباقين منهم، عشان هو كل ما لها العادات والحاجات الحلوة دي بقت ابتدت تندثر. منقرض للاسف، بتقل ف بتقل. فالمشكلة
ان هو كان الحاجه بتاعتهم مش ليهم. يعني انت عارفه في الصعيد في عهد ما لو انا جوزت ابني جاري ممكن يديني قراطين ارض هديه. ده كانوا كرماء قوي ما شاء الله. كانوا كرماء لدرجه انت تسالي هم بيعملوا كده ليه. يعني ما ودلوقتي تلاقي ابوكي مثلا او جدك يحكي لك يقول لك شايف العماره اللي هناك دي لما كانت ارض زمان في الستينات في السبعينات، جدك اداها لواحد عشان لا مؤاخذه مراته ولدت. ايوه صح، ويدوا شقق لو عماره بس حصل يدوا جدي شقق. نقط بفدان ارض الله يرحمه. فدادين في حته انا يعني في حته وما زلت بعدي عليها كده في اخر البلد عندنا. وابويا كل ما نعدي يقول لي الحته دي كانت بتاعت جدك يعني هو كان السابع او السادس او حاجه زي كده، يعني جدي الكبير يعني بيتقال عليه. قال لي الحته دي اداها لا مش عارف لا يا ابن الاكابر، انت لو ابن الاكابر هتعرف اصلا احنا بنقول ايه. والله كانوا يهادوا بعض بالاراضي، صح، كان كرم. وكانوا يهادوا بعض بالجناين اللي ما تعرفوش انت ده. انا بعمل دايما محتوى في اللايف، بنتكلم في مواضيع في حاجات كده. تفتكر ايه اللي غير النفوس دي؟ يعني انا دايما يقول لك الزمن، لا مش الزمن، ما هو الزمن يعني الناس. حبيبي همامي، المشكله الناس زمان انشغال الحياه حاليا بعد الناس عن حاجات كثيره. اولهم الصلاه، وقت 2 3 4 5، فكانوا يصلوهم باوقاتهم. كانت الناس في كانوا يقول لك ايه البركه في البكور. كانوا يصحوا بدري قبل الشمس ما تطلع. معروف الشمس ما تطلعش غير ايه على الميت. عندنا مثل يقول لك الشمس ما تطلعش غير على الميت. ما ينفعش انت تكون مثلا رايح الشغل الصبح والشمس تطلع عليه، لازم تقوم قبل الشمس تصلي الفجر وتاكل وتشرب وتلحق شغلك. فهم كان عندهم كانت هنا البركه. يصلي العشاء وينام، دلوقتي الناس بتسهر للفجر، صح. فبالتالي بيقوم على شغله منكد. فمن فين هتجي البركه؟ ما فيش صلاه في ميعادها. ما فيش صلاه في ميعادها. يلحم يجيب العصر مع الظهر مع المغرب مره واحده، يقول لك لا انا اصلا شغال والعمل عباده مش عارف والحاجات دي. فهو في حاجات معينه اصلا وطبعا الناس نتيجة سبق. الضغوط دي ونتيجة قلة النوم، فالناس بتبقى خلقها ضيق، فيبتدوا مش طايقين نفسهم ولا طايقين غيرهم. ولا وكانت كان الموضوع ما كانش الغلا الموجود حاليا. يعني كان ممكن اللي معاه جنيه ده يفرد الجنيه كده. الجنيه كان قد السجاده، يعني ممكن يفرشوا وياكلوا عليه. كان في بركه الجنيه. فهو اللي كان يمتلك الجنيه ده معدودين، الاشخاص المعدودين في البلد اللي هو اللي يقدر يمسك الجنيه بس. جنيه فدلوقتي جنيه اللي كان معدودين من البلد اليوم، لو قلت لك 10 جنيه دي جنيه. لا الجنيه كان في العهد انا بكلمك على بكلمك على الجد الرابع او الخامس. الكلام ده كان في ايام ما كان مش عارفه في تعريفه وحاجات كان في تعريفه. وانا عندنا شنطه لحد دلوقتي كده مليانه المليم والقرش والمش عارف ايه كده منيهم قاعد. فهم يعني كانوا يحوشوها فاكرين ان بيحوشوا بالزمن. كانوا يتبادلوا السلع مش بالفلوس. كانوا يتبادلوا السلع وكانوا يسلفوا بعض السلع وكانوا يحنوا على بعض بالسلع. يعني انا لما كنت اقعد معاهم كان يقول لك انت كنت تعرف احوال جارك وحالته الماديه ايه. يعني انت تطبخ لما تيجي تطبخ لك شويه ملوخيه، كان يقول الملوخيه دي او تطبخ لك شويه باميه تخليها اكتر من العدد بتاع البيت. لا يعني ده مش زمان قوي. وتدي لجارك، وجارك عنده مثلا حاجه يرجعها لك برضه. فكانت ده ايه مش زمان قوي. انا عاصرت العصر ده اللي هو الجيران اللي كانهم اهل، يعني هم اهل مش جيران. هو وما زال. هو بصي هو حاليا لحد الان العادات دي موجوده. يعني انا جاري عنده فرح يبقى انا اخذ اجازه لازم واقعد في اليوم ده. عنده لا قدر الله عزاء برضه 3 ايام العزاء برضه اقعد في الديوان وكده. دي الحاجات دي وما زالت موجوده. لا قدر الله لو في اي حاجه بتلاقي البلد كلها هو صفاره واحده بتنطلق واحده كده
ربنا مديها الصحه تديها واحده يا ابوي تلم البلد كلها بتبقى فل. عشان تجاملهم لازم تجيب صوت من اول الشارع. فعشان يا ريت ما اكونش ازعجت حضرتك يعني. والله العظيم بالعكس، انا استمتعت جدا بحضرتك والله، وروحك جميلة ودمك خفيف يعني، بالعكس والله نورتني. تسلمي لي يا ست الكل، وتحياتي ليكي طب انا ولكل هتابعك بقى، المؤمنين. تسمح لي اتابعك عشان نبقى و... وان شاء الله ربنا يوفقك بقناه واثنين وثلاثه، ما تبقيش فاضي اصلا ابعت لك وتقولي لا انا لسه جاي من يا خبر يا من خبر برنامج. الله، ازاي؟ طبعا ده انت تنورنا والله، ما تقولش كده. استاذ سعيد. تحياتي ليك. سلام، باي.